اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا بقى نعمل صينية سمك مكاريل بطريقة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا الطريقة. انا بقى معايا كيلو من السمك المكاريل غسلاه ومنضفاه كويس جدا، ومعايا طماطم، معايا فلفل شطيطة وفلفل رومي. انا ضفته بس نسيت يعني اصوره. تمام. ومعايا ربطة من الكزبرة، وطبعا معانا عصير ليمون وقرن فلفل من البحر، ممكن تستغنى عنه. وطبعا الثوم اساسي. هحط بقى كل المكونات الحلوه دي في الكبه ونديهم ضربه كويسه جدا او في الخلاط زي ما تحبي يعني. هديهم بقى ضربه كويسه كده وارجع لكم. وبكده بقى بعد ما ضربت الخضار بتاعي ما شاء الله، عايزه اقولك ريحه التتبيله تجنن. هضيف لها كده بقى حوالي معلقتين كبار جدا كده من الزيت. لو انت عايزه تضيفي بقى للتوابل بتاعتك بهارات سمك تمام، بس انا بكتفي يعني بالكمون والكزبره والفلفل الاسمر، دول الاساس. تمام. كده بقى اقلب الخلطه بتاعتي كده كويس جدا. تعالوا بقى نقطع الخضار ده مع بعض. انا معايا بصل، معايا فلفل رومي، فلفل شطيطه، وطماطم. تمام. قطعيهم بقى التقطيعه اللي تحبيها، وعايزه تزودي الليمون شرايح تمام، بس انا مش عايزاه يبقى ميزز قوي. بكتفي يعني بعصير الليمون اللي انا ضايفاه في التتبيله. ده بقى طبعا الخضار اللي انا هحطه في الصينيه عشان نرص السمك فوق. كده خلاص انا قطعت الخضار بتاعي، هرصه بقى في الصينيه. وهضيف عليه بقى معلقتين من التتبيله بتاعتنا دي، تديها طعم حلو جدا. كده انا قلبت التتبيله مع الخضار كويس جدا. بقى اقطع السمك كده، لو انت عايزاه تسيبيه سليم براحتك. وبكده بقى خلاص هرص بقى السمك في الصينيه. هنرص بقى فوق التتبيله اللي احنا عاملينها الجميله دي. كده بعد ما ضفت السمك بقى هنزل بالتتبيله دي عليه، وهوزعها كويس مع السمك. وبكده خلاص انا خلطت التتبيله كويس جدا مع السمك. هدخلهم بقى على الفرن، بس لازم يكون ساخن جدا. وهنا ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن، عايزه اقولك ما شاء الله طعم وريحه حاجه كده تجنن والله. كده ده الشكل بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون كده خفيف على قلوبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. واقول لكم بقى دمتم سالمين في رعايه الله.